ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. وانا النهارده جايه لكم بمفاجاه كبيره جدا، وبجد بجد وحشتوني. قبل اي حاجه وقبل ما نبدا الفيديو نحب نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده معانا فيديو بام يعني بجد هنا طبعا محمد ابني جنبي وبيضحك على الكلام بتاعي. فطبعا هو بيضحك عشان مستعجل يشوف اللي انا جايباه ايه. بس بجد لو انت اول مره تشوف قناتي ما تنسيش تشترك في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو دعوه حلوه من قلبك لاختك سومه حبيبه قلبي. النهارده بقى حبايب قلبي كده عايزاكم اول ما تشوفوا المفاجاه الكبرى اللي انا عاملاها بجد تحبوا يعني عايزاكم ايه هي. يعني لما تشوفوا حاجه تقولوا اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. خلوا ذكر الله على لسانكم على طول. تمام. فطبعا انا مشتاقه ان انا اشوفها، مشتاقه وفرحانه فرحانه بجد جدا 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 عشان الحاجه ديت انا كان نفسي فيها من زمان. ومبسوطه قوي 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 ان انا جبتها. حاجة في ما حاجة مش قوي وفي حاجة قوي قوي. فطبعا انا هوريها لكم حالا الحاجة اللي انا كنت مشتاقة لها جدا وجبتها. والحاجة التانية يعني انا كان نفسي فيها برضو بس مش او بحبها جدا. بصوا بعشقها. فطبعا انا هوريكم اول حاجة اللي انا يعني مش اللي كان نفسي فيها قوي قوي قوي. تاني حاجة دي اللي هتبقى حاجة جبارة بجد وحياة ربنا. انا كنت فرحانه جدا وهفرحكم معايا والله العظيم بجد انا هفرحكم معايا. يلا بينا كده نصلي على النبي كده في الكومنتات ونشوف اول حاجه معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اشيلها تقيله جدا على فكره. تخيلوا بقى ديت ايه اللي في الكرتونه دي ايه. تخيلوا معايا. فطبعا انا هوريها لكم طبعا مش هوريها لكم كده في الكرتونه وانتوا تقولوا لي في الكومنتات هي ايه. لا طبعا هي تستنى اوريها لكم كلها وهي ملفوفه. هي متبسطره كده. هي جايه لي متبسطره كده. تمام. احنا قلنا دي حاجه بقى قبل رمضان ولازم نجيبها بس مش هقول لكم برضو هي ايه غير لما افتحها معاكم عشان بجد انا مشتاقه لها جدا ان انا افتحها واشوفها معاكم. تمام. فدلوقتي بقى كده نثبت الموبايل بتاعنا القمر كده. نجيب المقص بتاعنا الجميل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نفك اللزق ده. هي مش عارفه هم مكترين فيها اللزق ليه كده. مكترين فيها اللزق قوي. بصوا مبسترينها من كل حته. حابة بنجددها لأن بس يا محمد. نعمل بس لكم. يا محمد. محمد عايز يعمل نفسه بقى ايه ان هو واحد وليه لازمه اصلا ان هو يتكلم ويتدخل في كل حاجه. هو بيضحك على الفاضي وعلى المليان كده فانتوا ايه ما تاخدوش على كلامه. خلاص يا محمد. باي باي. باي باي ايه انا لسه ما خلصتش. أنا عامل لكم مفاجأة اوعوا تتكلموا على أسماء عشان أعمل لكم سنة. باي بس يا باي. محمد. بس يا محمد اسكت. اللوم معلش يا حبيبي ما تسمعوش كلامه. اللوم بس يا حبيب. محمد. ده حبوب. ويعمل لكم ولايك. بيقول لكم اعملوا كومنتات ولايك فلو انتوا عشان حابين نزعل. محمد وبتحبوه اعملوا لايك واعملوا له كومنتات زي ما بيقول لكم اكتبوا له كومنتات يعني عشان ده قصدي. أسماء وبابا بيضربوني. أنت بتضرب. بيقول عشان ماما وبابا بيضربوني. معلش يا حبيب قلبي انا مشيته والله اهو بعيد عني. زي ملزوقه من هنا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. بصوا احنا هنقطع ايه الكرتونه كده. ترى صندوق رنجة. ايه رأيكم بقى اول مرة في حياتي اجيب صندوق. اول مرة انا على طول كنت بشتري 2 ب2 3 ب3 كده. لكن اول مرة اشتري صندوق. انا قلت بقى انا كمان انا بعشق الرنجة وما اقدرش استغنى عنها.
فقلت لازم اجيب صندوق قبل رمضان. رمضان فاضل له 18 يوم، فقلت انا عايزه اكل منها واشبع منها واتمتع منها قبل ما يجي رمضان. تمام. انا كنت كل سنه قبل رمضان اشبع منها وافضل اشتري رنجة سردين من الحاجة اللي انا بحبها، وافضل اكل منها لحد ما بشبع منها خالص قبل رمضان بالذات، عشان انا بشتاق لها في رمضان. فطبعا انا ما ينفعش نبقى صايمين وناكل سردين او رنجة، حاجات من ديت في رمضان عشان بتعطشنا جدا، واخدين بالكم؟ فطبعا هنا بقى انا جبت صندوق، وقلت حتى لو انا ملحقتش اخلصه في ال 18 يوم انا بفطر منه، يعني مش هفطر واتغدى منه، لا انا يا دوبك ممكن افطر منه. حبيت مثلا في ظروف وما عرفتش اعمل غدا ولا حاجه، نطلع مثلا رنجه واعملها كده يعني. ولو اتبقى قبل يعني اول ما يجي رمضان واتبقى لسه رنجه، عادي بكيسها كويس واقوم عيناها في الفريزر. لو عايزين طريقه التحافظي على الرنجة سيبيلي كومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم. فتعالوا بقى بينا كده نشوف الرنجة بتاعتنا القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله والله بجد انا اول مره اشوفها معاكم، فبجد انا مشتاقه. انا اول مره اقعد قدام الصندوق كده. انا كمان انا بعشق الرنجة جدا 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 جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم. هي دي هو انا كده عملته بالمشقلب؟ المفروض دي كانت تحت ولا ايه؟ انا مش عارفه هي دي بتتشال ازاي. ايه ده؟ بصوا، ما ده ما مش مصنع يعني، مش انا بحسب المسامير دي مدقوقه فيها، لا. بصوا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بجد بجد اللهم صل على النبي، قسما بالله ريحتها تحفه 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 تحفه. لا حول ولا قوه الا بالله. بجد صلوا على النبي يا جماعه، وحياة اغلى ما عندكم اللي يشوف الفيديو ده يصلي على النبي كده في قلبه، وصلي على النبي كده في الكومنتات، ويكتب الله في الكومنت. هنا بصوا ريحتها مفحفحه بجد، وهي اصلا وهي في الكرتونه وهي مبسطره، وحياة ربنا ريحتها كانت مفحفحه. يعني دلوقتي بعد ما شلت العلبه الخشب دي، ريحتها فحت اكتر، ريحتها تحفه، ريحتها جميله جدا. فيلا بينا بقى نشوفها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، اللهم بارك، بجد اللهم بارك. ايه الجمال ده؟ بصوا يا نهار ابيض، بصوا الزيت اللي فيها. شايفين الزيت اللي على ايدي ده؟ شايفين السمونيه بتاعتها؟ بصوا ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ لا 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 لا, لا. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا الرنجايه عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف واحده غيرها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بجد بجد اللهم بارك. لا ومرصوصه رصه مية مية. بصوا 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 يا دوبك، بس السمونيه بتاعتي عملت ايه في ايدي. بصوا ايه ده، هو في كده؟ طالما ما هي شكلها بيلمع، وشكلها تفتح النفس كده، تبقى طعمها ايه بجد؟ تبقى طعمها ايه دي؟ انا بصوا انا مش قادره استنى، انا هدوق منها حته من هنا كده وانتوا معايا. هدوق منها حته من هنا كده واقول لكم رايي بكل امانه فيها، والله العظيم ما هضحك عليكم، هقول لكم رايي فيها بجد. ثانيه واحده بس، هجيب طبق كده جنبي. بصوا انا جبت الطبق اهو، انا هشيلها من الكرتونه ديت، هي كده كده في علبه في علبه خشب، عشان بس المكان والزحمه دي ما بحبهاش. هشيل الكرتونه دي خالص. اديني شلت الكرتونه من هنا خالص، عشان نعرف كده ناخد راحتنا. بصوا ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بصوا انا كده شلت منها الكرتونه عشان التصوير يبقى واضح قدامكم حلو. بصوا وده الطبق اهو. تمام. دلوقتي بقى هطلع كده واحده معاكم ونشوفها مع بعض. دلوقتي انا هطلع واحده اهو اهي. بصوا الرنجايه عامله ازاي. بصوا ايه ده، ايه ده، بصوا السمنيه بتاعتها عامله ازاي يا جماعه. انا لازم ادوقها كده معاكم بجد. نجيب كده نجيب شوكه، لا مش شوكه، نجيب سكينه احسن.
انا عايزه افتح قلبها معاكم ونشوفها عامله ازاي من جوه. دي من غير، انا مش مستنيه ان انا لسه هعملها على النار على فكره، يعني المفروض اعملها على النار وكده، بس انا مش قادره استنى على طعمها. انا مستعجله. هشيل بس القلب بتاعها ده، هشيل القلب اللي جواها ده وارجع لكم. بصوا انا شلت القلب بتاعها اهو، بطنها يعني. بصوا عامله ازاي من جوه. بصوا بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، بجد بجد بسم الله ما شاء الله. بصوا قلبها احمر ازاي، انا مش عارفه، يمكن والله العظيم الكاميرا كمان ظلماها، انا مش عارفه ايه اللي حصل في الاضاءه مره واحده كده. بجد هو في حاجه حصل في الاضاءه، بس ندوقها بقى مع بعض كده، ندوقها بقى مع بعض كده. بصوا من غير عيش ومن غير اي حاجه. بصوا ايدي عملت ازاي، شايفين ايدي؟ شايفين؟ يا نهار ابيض، ماما بتسقط زبده، وحياه ربنا بتسقط زبده. ماما ايه ده، ايه ده، جميله جدا. وحياه ربنا وحياه النعمه اللي باكلها ديت، وحياه النعمه اللي في ايدي دي، انا اول مره في حياتي اكل رنجه من غير ما اسويها على النار. وحياه ربنا وحياه ربنا اول مره اكل رنجه كده من غير ما اسويها على النار. يعني اكلتها نيه وطعمها روعه، تحفه 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 تحفه، ولا عدبه قوي ولا حادقه قوي، طعمها يجنن. اللي عايز صندوق زي ده يبقى يكلمني ويبعت لي رقمه، وانا ابعته له ان شاء الله اونلاين باذن الله. لو انتوا حابين ابعت لكم مثلا ايه صندوق او صندوقين، واقول لكم على السعر لما تكلموني فون. بصوا طعمهم يا نهار ابيض، ومن غير ليمون ولا شطه ولا الكلام اللي احنا بنعمله ده. بجد هي حلاوتها كده من غير اي حاجه. انا خدت بصوا السندوتش. بجد بجد لو عجبك الفيديو ده، لو عجبك الفيديو ده بجد بكل امانه وصراحه وحياه اغلى ما عندكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ده وحلو من قلبكم لاختكم سومه. هغسل بقى ايدي ونخش على المفاجاه اللي اكبر من كده. تمام، انتوا جاهزين معايا تشوفوا المفاجاه اللي بعد كده ايه؟ بجد وحياة ربنا انا مشتاقه اكتر منكم ان انا اشوفها. فبجد بجد وحياة حبيبك النبي وغلاوه ابوكم وامكم وولادكم، اللي يشوف الفيديو ده يصلي على النبي. بجد يعني عايزه كل اللي يشوف يخش يكتب في الكومنت اللهم صل على النبي. بجد حاجه انا كان نفسي فيها من زمن الزمن، والله 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 العظيم كمان مره كان نفسي فيها قوي قوي، ومبسوطه جدا 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 الحمد لله ان انا جبتها. ويا رب يا رب كل اي حد نفسه في حاجة يا رب يحققها ويجيبها. بصوا بجد يعني هي بتيجي بعد الصبر. اصبروا باذن الله وربنا ينول لكم كل اللي في بالكم ان شاء الله، بس قولوا انتوا يا رب بجد. يلا بينا نشوف بقى. بصوا 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 بصوا، ادي الحاجة اللي كنت عايزاها. طبعا انتوا مش عارفين من هنا هي ايه، هوريها لكم من وشها هي ايه. بصوا الجمال ده، بصوا الحلاوة دي، بصوا القمر ده، والله العظيم 3 كان نفسي اجيبه موت. انتوا عارفين ده ايه الاول ولا لا؟ ده صب. انا اول مرة اجيب الصب التحفة ده، وهو نفس الشكل ده بالظبط. هو في شكلين اتنين منه، في شكلين اتنين، بس انا جبت الشكل ده. ايه رأيكم في القمر؟ ايه رأيكم في الجمال؟ بجد روعة. على فكرة انا جايبة ده مش الشكل ده، معلش انا اسفه، انا جايبه الشكل التاني اللي انا وريته لكم. فطبعا انا مش هوريه لكم، بس هو في الكرتون ده انا هموت واجربه. وكان على فكره معاه مايك بلاستيك صغير، يعني طول صبعي زي ما انا مورياكم كده. بجد ما، وكان عايزني ادفع فيه 300 جنيه في المايك لوحده، وما كانش صوته حلو اصلا، وقلت هيبوظ على طول.
فبصوا بقى المفاجأة اللي معاها بقى. بصوا انا جبت ايه. يا نهار ابيض، انا مش مصدقة، انا هموت واجربه حالا. انا مش عارفة الصورة ايه اللي حصل لها بجد، انا مش عارفة الصورة ايه اللي حصل في الصورة. انا حاولت ان انا اطفي الفلاش عشان اوريكم اللي انا جبته يعني اهو. انا مش عارفة الصورة مش واضحة ليه، يا خسارة بجد. انا مش عارفة في ايه في الصورة، والله ما اعرف في ايه في الصورة. إيه بس بصوا ما علينا يعني. انا هوريكم كل حاجة. ايوه ايوه كده الاضاءة حلوة كده باين عندكم. انا جبت مايك ايه من بتاع الافراح ده. انا جبت المايك ده، يا نهار ابيض كان نفسي فيه. وانا يا نهار كان نفسي فيه من زمان جدا 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 جدا. على فكرة هو كان فتح واتجرب قدامي بصراحة عشان ما اضحكش عليكم، بس من عند بتاع المايكات. انا من اللي انا جايبه منه المايك ده راجل من مكان لوحده، والصب ده من مكان لوحده. يعني انا ما جربتش المايك على الصب لسه، الراجل بس هو اللي اتكلم فيه قدامي وجربهولي. فعشان كده ايه هو مفتوح وركب فيه حديده من ديت، كانت مركبها لي في قلب المايك من هنا. فانا طبعا عشان انا مش هعرف اركبها، فطبعا نشوف بقى كده نسمي الله ونفتح مع بعض. وهبصوا عليا انها بنعمة ربي لابهركم، وحياة ربنا لابهركم. ده انا النهارده بقى، ده انا مش هيبقى ورايا اي حاجه غير الغنى. انا جايباه عشان انا بحب اغني وبدندن مع نفسي كده، وبجد انا صوتي حلو ومش بشكر في نفسي يعني. هو كل اللي بيسمع صوتي بيقول لي صوتك حلو، فنفسي كده صوتي يعجبكم. ولو صوتي عجبكم بالله عليكم وحياة اغلى ما عندكم كومنت حلو ولايكات كده وتفرحوني. انا فرحانه اصلا بس عايزاكم تفرحوني اكتر. دي اللزقه هو كان حطهولي برضو في الكرتونه كده، هو ما كانش كده على فكره اهو. الله الله بجد، انا كان نفسي امسك المايك كده يا خراشي. ايه ده، ايه ده يا ولاد، ايه ده الجمال ده. دي بقى ما كانتش موجوده في المايك من قبل ما الراجل يجربهولي. هو عمل دي وصلة السلك ديت هنا، فانا طبعا مش هينفع ان انا اشيلها، فقال لي ما ينفعش ان انت تشيلها، لازم تاخديه ايه كده. والسلك بتاعه ما شاء الله يا حوالي مترين او اكتر. نركب بس المايك كده على جنب. ديت المحفظه ديت كان فيها المايك، كان فيها المايك من غير السلك. تمام، ادي كده حاجه. نيجي بقى هنا للصب بتاعنا الجميل نشوفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني افتحه بس وارجع لكم عشان ماسكه الموبايل بايد واصور بايد. بفك اللزقه بايد وبصور بايد، انا اسفه اعذروني. بصوا محدش يعلق على كلامي النهارده، انا من توتري وفرحتي متلخبطه. هفكه كده ونشوفه مع بعض قبل ما اطلعه من الكرتونه برضه. بصوا بقى انا فتحت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله بجد ايه ده، مش عارفه اللزقه دي تتفك ولا ايه، ولا هو بيطلع كده. انا مش عارفه متهيألي مش عارفه اطلع افك اللزق ولا اشد الكيسه كده، ما هي مش راضيه تطلع. بصوا هطلعه كده من الكرتونه واوريهولكم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي، بجد اللهم صل على النبي، بجد قسما بالله روعه. بصوا بقى انا هموت واشغله، انا مش هرغي كتير، انا لازم اشغله. هو بيشتغل من هنا تقريبا. يما انا اتضربت والله. Bluetooth mode. يا نهار ابيض، ايه ده، الله الله. إيه انا كمني مشغله البلوتوث عندي فلقط على طول. ايه ده لقط على طول عنده. بسم الله ما شاء الله. هو بصوا هنا المايك وبيشغل راديو كمان، وعلى فكره هو بيتشحن. الشاحن من هنا، ومش عارفه ديت تقريبا بتاعت زي كارت ميموري او حاجه. ده الراديو، وهنا بتقلبي بقى وتعلي تقريبا او كده، وانا مش عارفه دول بتوع ايه. ودي بتاعت المايك، وده اللي احنا بنفصل منه الصب ونشغله بيه، ودي اللي بتعلي ونوطي. تمام، انا خليت الراجل عرفني على كل حاجه يعني. فهنا بصوا الالوان. بص انا فاتحه الشباك بتاع الاوضه كمان، فالاضاءه مش باينه قوي. انا دلوقتي طفيت الانوار بس الشباك بتاع الاوضه مفتوح،
فده يبقى في الضلمه جميل جميل جميل. بصوا بقى انا مش هرغي كتير، ولازم بصوا الواناته، يا نهار ابيض، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا الصب بتاع الفرح بتاعي، انا بقالي 9 سنين متجوزه، عيالي دغدغوه، فده انا عينه في اوضه النوم بتاعتي حرفيا بجد عشان ما يتكسرش، عشان لو انكسر انا هزعل، ده ثمنه غالي قوي. فطبعا كده انا مشتاقه ان انا اجرب المايك بقى عليه، وبسمع صوتي كده وانا بغني ومعاكو دلوقتي، وفي نفس الفيديو ده وفي نفس اللقطه دي هغني معاكو. ثواني بقى، وقلت بقى ايه كمان ثواني، انا قلت ان انا لازم اجيبه قبل رمضان عشان اشغل اغاني رمضان كده، وبفرح باغاني رمضان جدا. فانا طبعا من النوع ده اللي انا بحب اشغل اغاني رمضان كده قبل رمضان، مثلا ب 15 يوم 20 يوم. وخلاص كل سنه وانتم طيبين يا رب، وامه محمد اجمعين طيبين. وينعاد عليكم كده الايام بخير يا رب. فطبعا انا حبيت ان انا اجيبه واشغل عليه اغاني رمضان والكلام ده، و وبيشغل برضو تشغل عليه الراديو القرآن وكل حاجة، والإذاعة بقى القرآن الكريم والليلة والحاجات الجميلة دي. أنا بصوا متلخبطة قوي. فطبعا أنا دلوقتي هجرب المايك وهغني معاكم في نفس الفيديو. بصوا هنا بقى أنا ماسكة الموبايل بإيد والله، وبصور برضو بصور وماسكة المايك بإيد. بصوا هنا دي الوصلة بتاعت المايك اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الله، استنوا بقى ما نتكلم في ادي المايك اهو، المايك اهو. اسمعوا بقى الفن بقى، اسمعوا الفن بجد. بس ما اتكلم فيه الاول كده وانتوا معايا. ايوه ايوه، الو الو، بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا بجد، انا مبسوطه قوي 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 قوي. فطبعا انا لازم اغني معاكم اغنيه كده عشان انا فرحانه جدا جدا جدا، ولازم اسمعكم حاجه، بس تقولوا لي بكل امانه وصراحه صوتي حلو ولا وحش. اتفقنا؟ يا رب بس يكون الصوت واضح عندكم. بص المايك، انا فرحانه قوي ان انا ماسكاه بجد. هنا الباب بيزن بتاع الاوضه، بصوا من الهوا بتاع الشباك. استنوا احنا نزعل نفسنا ليه، احنا نقفله خالص. ايوه كده عشان ما فيش حاجه تزعجنا. دلوقتي بقى هغني لكم اغنيه، واللي حابب ده لو صوت عجبكم يعني، حابين تسمعوا مني اي اغنيه على ذوقكم، اكتبوا لي في الكومنت وانا هغنيها معاكم باذن الله، وبنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي ان شاء الله. اتفقنا؟ انا هغني لكم اغنيه حزينه جدا جدا وبحبها قوي 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 قوي، ويا رب الاغنيه دي تعجبكم. انا هعلي الصوت شويه كمان، خلي الدنيا تسمع صوتي. كده ايوه الصوت كده واضح جدا. باخد نفسي طبعا. حاسه اني وحيده وحيده، وفي دنيا بعيده بعيده، ولا حدش جنبي من كل حبايبي، ولا حيرة قلبي غير التنهيدة. تعالى لي يابا تعالى لي، تعالى لي يابا، الدنيا لما تضيق حواليا وتغنى عليا، تعالى لي يابا تعالى لي، تعالى لي يابا، يابا تعالى لي، تعالى لي يابا تعالى لي يابا، وحياة العشرة اللي خيلها ما فرقش خيالي،
يابا ملتقتش في الدنيا غير فتنة وتحضن دمعتنا وفرحتنا. تعالالي يابا تعالالي تعالالي يابا. بجد 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 ايه رأيكم في الصوت بتاعي؟ بأمانة الله بأمانة الله بجد وغلاوة النبي، ايه رأيكم في صوتي؟ عايزاكم تدعموني ونفسي اكبر بيكم بجد. انا نفسي اكبر في القناة ديت وبجد بجد كمان عشان ما اضحكش عليكم انا جايبه الصب ده والمايك عشان اسمعكم صوتي. كل لما اجي ان شاء الله اعمل فيديو على القناه وانزله لازم اغني فيه باذن الله. بس انتوا لو حبيتوا كده، مش حابين عادي اعمل الروتين بتاعنا القمر اللي احنا بنعمله زي كل مره زي ما انتم متعودين، وانا افضل اغني مع نفسي كده. ده انتوا لو حابين انزل صوتي بس من غير روتين واغني لكم تمام، مفيش اي مشكله. تمام. يا رب كده يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في رعايه الله، واستنى منكم الكومنتات الجميله اللي هتفرحني ان شاء الله. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. ما تنسونوش ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ودعوه حلوه من قلبكم لاختكم سوم. ويا رب تفرحوا لي كده من قلبكم زي ما انا فرحان. بجد فرحوني بالكومنتات وانا مستنياكم يا احلى اخوات يا احلى اخوات في الدنيا. انا مش مصدقه انا بتكلم في المايك. اشوفكم في الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعايه الله. باي باي. باي باي.